السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش ان في حاجات مهمه لازم تعملهم، هم اللايك والشير، تشترك في القناه وتفعل طبعا جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا انزله. وطبعا القناه بتاعتنا باختصار كده ان احنا نتكلم عنها، ان هي بنتكلم عن سمارت ووتش بالنسبه بقى للتقييم بتاعها، بالنسبه للاسعار، بالنسبه للابلكيشنز اللي بتشغلها، بالنسبه للمشاكل، بالنسبه ان انت لو عايز مثلا مواصفات معينه، فكل ده موجود عندنا في التشانل بتاعتنا. وطبعا القناه موجوده عندك ايه قلب زي ما انت عايز، موجود ان شاء الله كل انواع الساعات. من غير طبعا مقدمات كتير ومن غير كلام كتير، النهارده هنتكلم عن الاكس 9 بلس 2 اللي اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديو اللي فات، وهسيب لك طبعا الفيديو في الاي اللي هنا او اللي هنا. هنتكلم طبعا عن الابلكيشن بتاعها اللي بيشغلها، نشوف بقى ايه بالنسبه للاعدادات بتاعته، بالنسبه ان انت عايز تشوف مثلا الاشعارات بتاعته، بالنسبه للواتساب الفيسبوك والحاجات دي، وبالنسبه للاتصال حتى. فكل ده موجود النهارده في الفيديو ده. فنركن طبعا العلبه على جنب كده، مش عايزينها في اي حاجه، وهنجيب طبعا الساعه نفسها وهنجيب اي تليفون. طب الحمد لله الساعه ما حصلهاش حاجه. نجيب التليفون بتاعنا اللي احنا عايزين نقترن بيه. طبعا نفتح التليفون الاول كده عشان انا ولا سجلت ولا عملت اي حاجه، وندوس هنا بدايه التسجيل. طبعا الابلكيشن بتاعها موجود، هو اللي هو وير فيت برو. طبعا الابلكيشن ده بيختلف معاك على حسب نوع الساعه نفسها، لان هو كل ساعه وليها الامكانيات بتاعتها المحدوده اللي بيديها لك. فنفتح معانا مع بعضنا كده وير فيت برو. طبعا زي ما قلت لك لازم يكون عندك نت هنا، اذا كان بقى واي فاي او حتى داتا. فكل اللي هنعمله ان احنا هندوس هنا كده على معدات. طبعا انا مسجلها قبل كده، فنعملها يعني نشيل الجهاز ده ثواني، حذف الجهاز الحالي. ماشي، عشان نبدا طبعا من الاول وجديد خالص ابيض. ندوس طبعا على اضافه جهاز، هيظهر قدامك اهو. طبعا البلوتوث بتاعك بيكون مفتوح، بس ما تقترنش بالبلوتوث. انا بقول لك اهو ما تقترنش بالبلوتوث بتاعك، عشان احنا لازم نقترن من البرنامج. فهندوس هنا كلمه ربط. هتجي لك هنا طبعا في الساعه بتاعتك في الاول ان هو في تليفون عايز يقترن معاك اهي. هندوس اوكي. ماشي حاضر. وندوس هنا كلمه تنفيذ، ويقول لك طبعا عايز تقترن بالبلوتوث بتاعها كده. تعمل بقى ايه؟ اقتران. ده الاقتران ده اللي هو لما حد يرن عليك هي تستقبل المكالمات. فكلمه تنفيذ هيجيب لك شويه حاجات كده بالنسبه للنت بتاعي، لان الواي فاي بعيد عني. هو حضرتك المشكلة مش عندي، المشكلة في الراوتر بتاع الجيران. أنا سارق من عندهم نت، بس أنا عايز أغير الباسورد بتاع الراوتر بتاعهم. فتنفيذ برضو معانا. اعرف ذلك. لا مش عايزين حاجه دلوقتي من دي. طبعا احنا كده خلاص اقترنا معاها. اسم الساعه قدامك اهو، وطبعا الشحن بتاعها. نبدا بقى في الشغل بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله. مثلا عايز تحط خلفيه، دي اول حاجه طبعا معروفه في اي حته. في هنا خلفيات طبعا كتير جدا، بس معظمها بمانيهات. $1، نص دولار، 30 سنت. الحاجات دي مش قصه خالص. انت عايز تدفع منها مفيش مشكله، ممكن تدفع اصلا الاشتراك الشهري بتاع البرنامج نفسه، وبيديك بقى اعدادات كتير، وكل حاجه طبعا بتتفتح ببلاش. لو رجعنا لورا كده عندك خلفيه القائمه دي. هنا بقى خلفيات يعني برضو بفلوس كلها تقريبا كده، مفيش الا واحده او اتنين ممكن يشتغلوا معاك، وهي خلفيات متحركه. نتكلم بقى هنا على حاجه مهمه طبعا، بدايه سريعه. دي فيديو تعليمي بالنسبه للابلكيشن نفسه، واحنا مش عايزين حاجه منها. عندك هنا صوت التطبيقات، ده اللي انت ممكن تضيفه على الساعه نفسها. زي ما قلت لك انت عايز تضيف مثلا برامج بالنسبه للالعاب، فكل ده انت ممكن تضيفه. طبعا اهم حاجه النت بتاعك يكون شغال، لان النت بتاعي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده مش شغال. طب نخش على سوق الالعاب، يمكن فتح قبل سوق البرامج. تقريبا برضو لا. المهم يعني ان انت ممكن تضيف كل حاجه، بس الفكره ان هم هنا اللي بيضيفوا اللي هم عايزينه. زي ما قلت لك قبل كده التطبيقات بس اللي هم عايزينها انت اللي ممكن تضيفها، يعني ممكن ما تضيفش حاجه من اختيارك. بالنسبه للتنبيه طبعا دي حاجه مهمه جدا انت لازم تعملها، انه يجيب لك كل الاشعارات. وتقريبا حاول ان انت تقلل الحاجات اللي تحت دي بالنسبه للتيك توك، للهاتف، للجيميل، الحاجات دي حاول تقللها شويه، عشان ده طبعا بيستهلك بالبطاريه زي ما قلت لك قبل كده. عندك هنا فوق عرض النقطه الحمراء، ودي مهمه برده عشان لو جالك اشعار انت ما خدتش بالك منه، فبتبقى منوره عندك هنا اول ما بتفتح. والاختيار الفوري ده طبعا بينور على طول وبيهتز في ايدك الساعه. نرجع لورا كده. طبعا جهاز الاتصال زي ما قلت لك قبل كده انت ممكن تضيف اكتر من 10 اسامي، وكل اللي عليك هتدوس على الزائد اللي هنا ده زي ما انت شايف كده وتفتح. ثواني عشان انا كاتب كلمه السر غلط تقريبا. كل اللي عليك بس هتدوس على اسم مثلا كده،
هو يتضاف عندك خلاص كده، اتضاف. الساعه نورت كمان ان هو اتضاف. انت بقى تضيف اللي انت عايزه. طبعا هنا كده تخصيص شاشه توقف، دي بقى اللي انت لو عايز تحط صورتك خلفيه، فندوس هنا كده على الالبوم، وندوس هنا كده على الصوره، ونختار اي صوره من الصور دي، صوره مثلا زي كده، وندوس تمام. لازم تدوس على الساعه على الشكل نفسه زي كده عشان تظهر قدامك فوق الموقع بتاعها بالنسبه للمكان بتاع الوقت. بس هو انا مش باين عندي عشان النت طبعا ضعيف، فهندوس مثلا تركيب اي حاجه. يا عم خلاص، ما انا اخترت، اعمل لك ايه؟ ماشي اهو. النمط، هو مفيش نت، اعمل لك ايه انا؟ النمط اهو. ماشي يا عم خلاص. حاضر حاضر حاضر. نفس الموضوع برضه عشان النت عندي مشكله شويه، فزي ما قلت لك هتدوس بس على كلمه تركيب، هو هيشتغل معاك، هيقعد وقت يعني تقريبا دقيقه او دقيقتين. نرجع لورا كده. ده طبعا زي ما قلت لك ان انت عايز تعمل كده. بالنسبه للقائمه بقى نفسها، انت عايز شكلها يكون عامل ازاي، فهنا اضافه قائمه الشكل اللي انت شايفه ده. لو عايز تعمل الصوره نفسها خلفيه ليها، يعني مثلا صوره زي كده اللي هي زي التليفون بالظبط، هتدوس على كلمه تركيب. يا عم حاضر والله. هتدوس على كلمه تركيب وهيشتغل معاك زي ما قلت لك قبل كده. والصاروخ عندك هيشتغل هنا ان هو بيستقبل الحاجه دي. طبعا هيقعد معاك وقت، هي مفيش اكتر من دقيقه. الواحد بيعاني من النت بتاع مصر ده اقسم بالله. داونلود نوت جوينج. حاضر يا عم خلاص، مفيش مشكله، مش لازم يا عم، احنا ورينا الناس. يا عم خلاص، ما هو اللي مش هستلم. خلاص يا حبيب، خلاص يا حبيب. يا عم انا هتركه يا عم، انت مالك؟ باشا 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 باشا. يا عم انت مالك؟ انا عايز اطلع يا عم. يا عم انا عايز اطلع. انت التليفون بطيء والجهاز بطيء والنت ابطأ من الاتنين. باشا طب اقول لك على حاجه، هرجع لك انا دلوقتي تاني. ندخل تاني من الاول ونيجي طبعا على تاني حاجه. زي ما قلت لك انت كده لو عوزت تعمل حاجه من دول فهو موجود قدامك، بس اهم حاجه النت بتاعك يكون شغال كويس. نيجي هنا عند بطاقه العمل. ده طبعا بالنسبه للحاجات اللي انت عايز تضيفها بقى ترد عليها من هنا. بالنسبه للساعه الحاجات دي، فكل اللي عليك ان انت تدوس مثلا على واتساب. هنا هيقول لك شويه حاجات تقراهم. انت كل اللي عليك ان انت هتضيف الباركود اللي موجود عندك في الواتساب. هتخش على الواتساب بتاعك وتدوس على الباركود وتصوره وتضيفه هنا كده، وبعد كده تدوس على كلمه مزامله زي اللي قدامك دي. ده نفس الحوار برضو الحاجات اللي قدامك دي. فنرجع لورا كده. تقارير الطقس دي طبعا انت ممكن تضيفها عادي. جهاز البحث هتدوس عليها كده تدور لك على الساعه بتاعتك. ما انا عارف ان هو ابحث عن الصور، عارف والله. انت بتبحثش ليه بقى؟ معلش انا اسف. نخش على بلوتوز، ندوس عليها تاني عشان تقترن بيها، لان هو النت خلاها طلعت من الالكترون بتاعها. طب احنا عملنا كده البلوتوز واقترنا بيه من جديد، فندوس على جهاز البحث زي ما قلت لك. تفضل تتهز كده تقول لك ام هير، يعني انا موجوده هنا لو ضعت منك ولا حاجه. عندك هنا التذكير الصحي بقى، وهم هنا ضافوا حاجات كتيره جدا. انت حاجات ممكن تعملها زي التذكير المستقر، ان انت لو ظهرك مثلا تقعد تقفع زي ما قلت لك قبل كده، ان هي بتقول لك معلش عدل ظهرك، ده عشانك مش عشاني. فعندك هنا ميه الشرب، مالكش دعوه باللغه العربيه الحاجات دي. معدل ضربات القلب، ودي حاجه مهمه برضو. بعد التذكير، يعني مثلا انت عايز تفتكر حاجه بعد ربع ساعه ولا نص ساعه، فانت تعمل التايمر بتاعها. تذكير الحركه، في عندك اخذ دواء لو انت مثلا لا قدر الله عندك مشكله يعني او عندك داء، فانت بتاخد ليها مثلا علاج، فده برضو انت ليك وقت معين تعمله مفيش مشكله. عندك وقت قراءه، بتقول لك بعد اذنك يا فاشل يا لما بتذاكرش قوم ذاكر. هي اللي بتقول لك كده مش انا والله. فتحس ان الساعه يعمل لك ساعه تخليك تقوم تذاكر وانت اصلا ما بتذاكرش. ممكن اصلا تمسك الساعه تقعد تلعب في الالعاب اللي فيها. يعني هم بيحط لك الاثنين زي التليفون. بتقوم برضو لو النت فصل منك، الواحد هيذاكر ازاي بقى بالنت الفاصل ده؟ فهو نفس الموضوع. فانت شوف انت بقى عايز تضيف الحاجه دي ولا لا. تذكير السفر، لو انت عندك وقت ان انت هتسافر مثلا مستني طياره ولا حاجه او مشوار، فممكن تعمل الحوار ده. وهي بصراحه حاجه كويسه جدا وفيها شويه امكانيات كويسه. في عندك هنا محفظه، وزي ما قلت لك دي الحاجات للناس اللي بتعمل البيبال والحاجات اللي هي الدفع الالكتروني، فممكن انت تدفع من الساعه نفسها. في عندك هنا انذار لو انت عايز تعمل منبه.
في عندك التقاط الصوره، وطبعا زي ما قلت لك بتلتقط الصوره من التليفون. حزمه البطاقه، ودي حاجه اللي هي لو بتشوف واحد مثلا معاه ايفون تاني معاه ايفون، فاول ما بيقرب التليفون من التاني بيجي له بقى ايه كل حاجه بالنسبه للواتساب والانستجرام والحاجات بتاعته، هي نفس الموضوع بتعمل الحوار ده. اعدادات اخرى بقى، فعندك هنا اعدادات كتيره جدا، تذكير اليومي، الاختار، الحاجات اللي بتجي لك بالنسبه للياقه. في عندك وحدات الطاقه للسعرات الحراريه بتاعتك، ارفع المعصم، عندك نظام ال 12 ساعه. في عندك هنا التعريف الرياضي، ده اللي هو التلقائي. تنبيه نبضات القلب، انت مثلا لا قدر الله حاجه ارتفعت حاجه قلت، فكل الحاجات دي هو ممكن يعرفها. لا تخل الواسط او الواسطه، فدي حاجه يعني زي ما قلت لك ما تقراش اللغه العربيه، بس هنا بيقول لك بعد التمكين دي التذكيرات سوف تكون صامته. شريط الحاله في الجزء العلوي من السطح واتش، وسيتم عرض رمز القمر. ده انجليزي دي يا مرسي. مينز. ميلز دي انجليزي. لا. مال ده يا مرسي؟ فيومي. فيوم ايه؟ انجليزي. الحاجات اللي هي فوق زي ما قلت لك اشعار، بيجي لك شكل قمر هنا كده نص قمر، بيقول لك ان في حاجه من الاشعارات. طبعا بالنسبه للاشعارات الرياضيه، فانت لو عايزها تيجي ولا ما تجيش فده معاك. نمط النوم، ان انت عايز تظبط وقتك، ممارسه الرياضه، ودي حاجه مهمه وفيها شويه حاجات كتيره جدا ممكن تعملها، ففيها بصراحه شويه امكانيات حلوه. عندك هنا كلمه الملاحه دي، فانت هنا بيكتب المكان بتاعك، لو عايز تروح مكان فهتشوف المشي قد ايه. فانا هنا مثلا هكتب موقعي مثلا، موقعي، تمام، ونعمل بحث. هو اصلا مكتوب قبل كده، فبص يعني سبحان الله انا فعلا في المكان ده، لان انا شفته على جوجل، فانا في المكان ده بالظبط. فانت عايز بقى تمشي المكان ولا حاجه، شوف انت عايز تمشي لفين وتكتب المكان بتاعه. طبعا هو لو مش متسجل عندهم المكان مش هيظهر لك. في هنا بقى الحاجه المهمه اللي احنا بقى سيبك بقى بكل اللي احنا هرناه خالص بقى، دي حاجه مهمه جدا. معلش انا ممكن اكون ضيعت الوقت عليك شويه، بس لا استحملني بقى. في عندك هنا زي ما قلت لك الساعه دي متدينه شويه، فدي حاجه توب بالنسبه لي. فعندك هنا البوصله، ان انت لو في مكان وعايز تصلي، كل اللي عليك هتحط التليفون بتاعك كده، زي برامج كتيره جدا بتعمل الحوار ده، وهتقول لك ان اتجاه الصلاه كده او الكعبه القبله بتاعتك اللي هو كده. فتمام، ده سهل. اللي مش سهل ايه بقى، ان هنا زي ما قلت لك قبل كده بالنسبه للحاجه دي، هي فيها النظام ده اللي هو ان انت ممكن تظبط التايمر بتاعك، الفجر امتى والظهر امتى والعصر والمغرب والعشاء، كل الحاجات دي ممكن تظبطها وتعمل لك تنبيه ليها. يعني في تليفونات زي فيفو مثلا، مع يعني تحس ان هي يهوديه حاجه زي كده، ما عندهمش الحوار ان هو يشغل لك التطبيق بتاع المؤذن، مش عارف ازاي بصراحه وليه. فنيجي هنا على حاجه تانية، هي التسبيح. انا سبحت 11 مره النهارده، زي ما قلت لك الابلكيشن اللي موجود هنا، ندخل واوريك النظام زي اللي قدامك دي، التسبيح اهو. انا هسبح هنا كده، تمام، زي ما قلت لك قبل كده اهي، دي سباحه الكترونيه، تمام، بيتسجل لك هنا كل حاجه انت عملت كام مره في اليوم. نيجي على اللي بعدها، وهنا بقى ايه الحاجه الجميله جدا، حصن المسلم. يعني انا مش عارف انت عايز ايه تاني بصراحه والله. حتى انت ممكن تجيبها لابنك مثلا ان هو يتعلم عليها، وطبعا زي ما قلت لك هي موجود فيها الحاجات دي، الساعه نفسها. يعني احنا طلعنا كده، اطلعي بعد اذنك، ايوه كده. في عندك هنا كل حاجه، هما 32 فصل. في عندك هنا الوضوء والصلاه، انت عايز مثلا دعاء الوضوء، دعاء التشهد، السجود، كل الحاجات دي هي متسجله فيها. كل حاجه تعمل قلب مثلا، هي من غير قلب عامه. حكايه ان هي موجوده هنا خلاص، مجرد ما عملت الاقتران فهي موجوده الحاجات دي كلها اللي انت شايفها دي كلها. في عندك هنا الدعاء، في عندك الاداب والتعامل، البيت والاهل، الطعام والشراب، المرض والجنائز، في عندك التنقل والسفر، الوضوء، التسابيح، اليوم والليليه اللي هو النهار والليل، اذكار الصباح والمساء. فبصراحه فيها شويه شغل جامد جدا بالنسبه للمكان ده. نيجي بقى هنا عند القران الكريم. انت هنا عايز تضيف الصور القران كلها مسجلينها على الابلكيشن، هنا كلها موجوده. انت مثلا عايز صوره مثلا سوره ياسين مثلا، فكل اللي عليك ان انت تدوس على التشغيل، فهو الصوت هنا طلع من التليفون، تمام، كويس ان هو عمل كده، هو المفروض ما يعملش كده. فنروح هنا كده على البلوتوث وندوس على الساعه، نفتح هنا الساعه
طبعا في حاجه هنا بقى عايز اقولها لك، ان النظام ده لسه جديد بالنسبه للساعه، فهو ما فيهوش اللي هو احسن حاجه انت ممكن تتخيلها يعني، فممكن يفيروس منك شويه كده او يقف منك شويه. فانا عملت ريستارت للساعه، فتحتها وقفلتها تاني بس. فكل اللي عليها ان هي تقترن لوحدها، وزي ما قلت لك اهم حاجه النت يكون موجود، يكون شغال معاك. فاحنا مثلا هنا كده هنجيب سوره ياسين ويشتغل كده، تليفون بعيد خالص اهو، الصوت بيطلع من الساعه نفسها. طب ده بالنسبه للصوت. فانا مثلا عايز اشوف الكلام نفسه اللي مكتوب، فانت هتخش عليها، هتخش على القران الكريم. انت عايز تجيب الصوره، فالصوره معاك انت ممكن تضيفها هنا. وكمان انت لو بصيت على الحاجات اللي هنا، هتلاقي ان الايات بتتنقل لوحدها مع الصوت. يعني انا مثلا انا ممكن اسمع اهو، هي كده كده عامه ممكن تعملها من التليفون عادي، بس انا بكلمك على الحاجات اللي موجوده فيها. وهنا بس الصوت اهو انت ممكن تضيفه، وهو ليها 2. فاحنا ممكن نرجع كده من لهنا، معلش ثواني نقفل ده. انت عايز تتنقل من صورة لصورة، الموضوع بالنسبة لها سهل جدا، ان انت تروح للصورة اللي بعدها، وكل الصور مكتوبة قدامك اهي، دي الصور اللي انت ممكن تضيفها. فممكن نضيف مثلا صورة البقرة مثلا، هي كانت بتحمل زي ما قلت لك. النت اهم حاجة، النت عندي فصل، مجرد ما بسيب التليفون مش عارف ايه المشكلة عندك. نشغل مثلا صورة الكهف كده ونشوف ايه اللي شغال معاك. زي ما قلت لك هي بتشتغل معاك والصوت بتاعها باين قدامك اهو. نرجع كده لورا، نخش على هنا الاعدادات. انت بقى عايز تعمل اعدادات ايه بالنسبه للصلاه، فانت عايز تعملها ازاي يعني، بيدوي مثلا ولا ايه النظام؟ فعندك هنا النظام المذهب الحنفي، وفي المذهب الشافعي، ممكن تختار اي مذهب منهم. وده تعديل اوقات الصلاه تلقائي. فبصراحه يعني فيها شويه شغل حلوين جدا بالنسبه للساعه نفسها. فهو فيها الصوت يعتبر احسن قارئ انت ممكن تتعلم منه القران، صوت الحصري. فبصراحه يعني فيها ده، الحاجه دي عجباني قوي قوي فيها عامه يعني. فنرجع كده بالنسبه للحاجات دي، فخلاص احنا كده تمام. نرجع لورا، زي ما انت عايز بقى تضيف اي حاجه، عايز تعلم ابنك في الموضوع، انت نفسك عايز تقرا او عايز تسمع الحاجه دي القران، فهو موجود قدامك، وتوجد البث الصوتي زي ما انت عايز. وفي القران المقدس اللي هو المصحف، وعندك هنا الصلاه زي ما قلت لك موجوده كل حاجه انت عايز تعملها بالنسبه للصلاه وبالنسبه للدعاء. عندك هنا الموسيقى المحليه، فانت عايز مثلا تضيف قرآن، تضيف مثلا اغنيه، موسيقى، اي حاجه انت عايز تضيفها. فكلها طبعا انا ما عنديش حاجه على التليفون ده، فاي حاجه انت ممكن تدوس عليها، بس هي تاخد معاك وقت شويه لو هي تقيله. لو هي طويله مثلا عن 3 دقايق ولا حاجه، فتاخد معاك وقت طويل ان انت ممكن تضيفها. هنا فطبعا اصوات او اغاني انت ممكن تضيفها، فده حاجات احنا مش عايزين منها حاجه. في عندك هنا الكورس الرائع بتقنيه الذكاء الاصطناعي. فانا بصراحه لحد دلوقتي كده البتاع ده انا مش عارف هو عايز يعمل ايه. انا استفدت ايه بالنسبه للمشي ان هو يتغير، ولا اي حاجه خالص بالنسبه للشغل بتاعي. هنا بالنسبه للسمارت ووتش، ان احنا ندوس على الاي اي، ممكن نسال على اي حاجه مثلا احنا عايزينها. فهي حاجه بصراحه انا مش عارف هي ايه لازمتها. بالنسبه لاداره الجدوله، فدي انت لو في يوم معين او زي ما قلت لك وقت معين انت عايز تعمله، فكل ده متاح معاك. اعدادات اذن المحمول زي ما قلت لك قبل كده، هي تقريبا حاجتين او 3. احنا مش عايزين نخش في المجال ده خالص، هي ملهاش لازمه بالنسبه لك. ترقيه البرنامج الثابت، ودي حاجه مهمه جدا ان انت ترقي احدث حاجه، وده زي ما قلت لك احدث اصدار. بالنسبه هنا لاعدادات المصنع، ودي مالناش دعوه بيها، معلومات الجهاز، الماك واسم الجهاز. وهنا طبعا حذف الجهاز لو انت عايز تحذفه. لو جينا بره خالص كده، ده طبعا كل الحاجات اللي انت بتعملها في يومك عامه. معلش هو الفيديو طول مننا شويه لان الساعه بصراحه فيها شويه امكانيات حلوه. وعندك هنا شات جي بي تي معلق قدامك اهو، لو دوست عليه زي ما انت عايز، مثلا زي ما قلت لك انت عايز تضيف حاجه سؤال وجواب، هي متسجل عليها شويه حاجات. انت عايز تضيف حاجات مهمه انت ممكن تضيفها عادي. فتقريبا كده مفيش حاجه بالنسبه للساعه دي احنا ممكن نتكلم عنها. انا اتكلمت عن كل حاجه بالنسبه للابلكيشن بتاعها.
بالنسبه للرياضه، بالنسبه للجيمنج، بالنسبه للحاجات دي كلها. عندك هنا اخر حاجه دي مصطفى، طبعا انا شغال على الابلكيشن ده لي فتره، فعندي هنا كذا حته والدرجه بتاعتي اولى. انت عايز تضيف بقى الحاجات دي كلها بالفلوس، انت عايز تضيف اي حاجه فكلها بالفلوس عامه. وهنا تقريبا احنا مفيش حاجه تاني ممكن نتكلم عنها. بالنسبه للسمارت ووتش دي زي ما قلت لك، عايز تضيف برنامج تنظيم مجاني، شراء وتثبيت، كل الحاجات دي انت ممكن تعملها زي ما قلت لك هو بفلوس. فاحنا اتكلمنا النهارده على الساعه دي، وتقريبا مفيش حاجه تانية احنا ممكن نتكلم عنها. بس زي ما قلت لك انا بصراحه دي الساعه الوحيده اللي عجبتني بالنسبه للاكس 9 عامه كلهم، او بالنسبه لاي سمارت ووتش انا ممكن اكون جربتها، هي دي الوحيده اللي عجبتني. النظام الاسلامي اللي فيها ده فبصراحه حلو جدا. طبعا اللي عامله الصين عامه، يعني مش احنا اللي عاملينه او دوله عربيه، لا هو الصين اللي عاملين الحوار ده. فهو بيلعبوا على ان الحته دي مهمه لناس كتير، ان ممكن الساعه دي تتباع اكتر. فهي بصراحه دي حاجه مهمه، انا ممكن اشتري الساعه عشان كده. بصراحه عجبتني. انا ما بحبش السمارت ووتش قوي، بس انا ممكن افكر بعد الساعه دي، ممكن افكر ان انا البس الساعه دي بالذات كمان، ان هي مثلا فيها الاعدادات دي وفيها الامكانيات دي، فهي بصراحه ممتازه جدا. وبس تقريبا احنا كده وصلنا لكل حاجه ممكن نتكلم عنها بالنسبه للابلكيشن اللي هو وير فيت برو. بالنسبه للساعه نفسها، فطبعا لو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات هنا. لو عندك طبعا سؤال شخصي او حاجه هتطول فيها وعايز استفسار او اي حاجه، فانا سايب لك لينك الانستجرام، الواتساب، والفيسبوك موجودين عندك في الديسكربشن تحت. طبعا زي ما قلت لك قبل كده، لو عايز تشتري اي سمارت ووتش او اي حاجه بالنسبه للسمارت ووتش، فانا سايب لك لينك الشراء ده بتاعنا احنا. انت ممكن تشتري اللي انت عايزه، طبعا ممكن تفاصل عادي جدا لو بعت لي على الواتس، فمع بعضينا ومش هنختلف في اي حاجه. وصلنا من الفيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقول دايما فكروها صح.